من عرايس الشر اللي بتحاول تسرق روحك في عالم خيالي لمهرج مرعب دايما واقف بيراقبك من بعيد، دول 5 شخصيات من أظلم وأغرب الشخصيات اللي ظهرت في مسلسل جامبول. ونبدأ مع العرايس. جامبول وداروين كانوا بينظفوا القطة وبيجهزوا حاجاتهم عشان يعملوا جراكسيل. كانوا بيحطوا اللاعب القديمة في كراتين، حتى اللاعب اللي كانت مكسرة. وأثناء ما هم بيرتبوا، داروين لقى كرتونة فيها شوية عرايس قماش، بس جامبول قال له إنهم كبروا على اللاعب دي وإنه لازم يبطل يتعامل معاها كأنهم أطفال ويوديهم يمشيهم. بس أول ما جامبول خرج، داروين طلع العرايس تاني وبدأ يلعب بيهم. العرايس كانت بتتكلم وتضحك وكأنهم أصدقائه القدامى اللي ما شافهمش بقاله سنين، وفكروه بوعد قديم كان قاله ليهم إنه عمره ما هيسيبهم تاني. وداروين فعلا وافق. من ساعتها العرايس بقت بتروح معاه في كل مكان، حتى وهو رايح الحمام. أيوة، كانوا لسه على إيده. وفي الأتوبيس، واحدة من العرايس بدأت تعاكس روكي السواق، والموضوع خرج عن السيطرة وسبب حادثة. في البيت، غامبول بدأ يلاحظ إن في حاجة مش مظبوطة وابتدى يربط الأحداث. ولما فهم اللي بيحصل، العرايس بدأت تغلط فيه وتتنمر عليه، وبدأت خناقة ما بينهم وما بين بعض. وفي الآخر جامبول شدهم من على إيد داروين بالعافية. بعد كده شفنا جامبول قدام البيت وهو بيحاول يرمي العرايس في الزبالة، بس داروين كان بيتوسل له إنه ما يعملش كده، وكان بيتعامل معاهم كأنهم لسه بيتكلموا وليهم روح، وبيقول إن ليهم حياة خاصة. بس غامبول ما اقتنعش، رماهم في الزبالة وداروين مشي وهو زعلان جدا. بالليل الموضوع بدأ يخيف بجد. العرايس رجعت للحياة لوحدها. فرانك وهاودي خرجوا من الزبالة وبدأوا يدوروا على داروين. اقتحموا البيت ولقوا جهاز الألعاب بتاع جامبول وكسروه. جامبول اتصدم واتكسر قلبه، بس الصدمة الحقيقية كانت إن العرايس بقت عايشة بجد. العرايس قالوا إن داروين وعدهم إنه عمره ما هيسيبهم، وإن دلوقتي هم كمان عايزين غامبول. سحبوا غامبول وداروين لعالمهم المرعب المصنوع كله من القماش والذكريات، وابتدوا يتحدوا غامبول إنه يجي وراهم. جوه العالم ده كل حاجة كانت معمولة من عرايس وخيال الطفولة. شمس بتصرخ، شجرة حزينة، واحد بيعمل هاي فايف، وكلب قاعد على كيبورد. حاجات كانوا بيخترعوها وهم صغيرين. في الآخر جامبول وصل لمكان غريب عبارة عن بيت عرايس شكله مرعب، ولقى داروين محبوس جواه. فرانك وهاودي، أول عرايس شفناهم، كانوا واقفين بيغنوا أغنية مخيفة جدا اسمها المرح عمره ما هيخلص. كانوا غسلوا دماغ داروين تماما. ودلوقتي دور جامبول بقى جاي. العروسة التالتة جرادي ظهرت وقالت إن كل اللي حصل من الأول كان فخ متخطط ليه من زمان. العرايس كبرت فجأة وبقوا عمالقة، واستعدوا إنهم يجبروا جامبول وداروين يلعبوا معاهم إلى الأبد. بس داروين لاحظ خيط سايب في دراعه، شده، وساعتها هو وجامبول قدروا يهربوا. العالم بتاع العرايس بدأ ينهار حرفيا، وكل ما كانوا بيشدوا خيوط أكتر كانت العرايس نفسها بتتفك خيط ورا التاني. وفي الآخر كل حاجة انفجرت. أصل في الآخر كل ده كان خيال مش حقيقي. رجعنا للعالم الحقيقي، ونيكول كانت بتجهز الجراكسيل بره البيت. طفل صغير بريء من الجيران اسمه بيلي لقى العرايس في كرتونة وعجبوه، وحس إنهم شكلهم جامد. بس أول ما مسكهم، جرادي ظهر من وراه فجأة وهجم عليه، وبدأ يضربه بشكل غريب ومفاجئ تماما، وكأن في حاجة غلط قوي بتحصل. يعني من الآخر، فكرة إن العرايس دي ممكن تفضل تلعب بيك للأبد دي حاجة تخوف فعلا. بس الشخصية اللي جاية بتاخد الرعب المستوى تاني خالص، المهرج اللي في عالم غامبول العجيب. وبتسأل مين ده؟ هو شخصية غريبة جدا بتظهر في الخلفية في حلقات كتير من غير ما حد ياخد باله، حتى من الناس اللي متابعين المسلسل من زمان. أول مرة ظهر فيها كانت في حلقة المماطلة، وكان وقتها بيشتغل ساعي بريد. وبعدها بدأ يظهر في مشاهد تانية صغيرة وكأنه بيتسلل وسط الأحداث. بس اللي أكيد إنه شخصية مرعبة بجد. في شوية حاجات نعرفها عنه، وأهمها إنه شبح، وده يتقال بشكل واضح في حلقة الأشباح، صدق أو لا تصدق. وبنعرف كمان إنه أوقات بيشتغل ساعي بريد، وصوته بصراحة مألوف لأنه نفس صوت ميك جرايفز اللي هو كمان صوته هو صوت بنانا جو. يعني باختصار إحنا مش عارفين معلومات كتير مؤكدة عنه، بس في شوية نظريات حوالين الشخصية دي. في ناس كتير بيعتقدوا إن المهرج ده بيحاول يختطف جامبل وداروين، لكن لأنه إحنا الجمهور بنتفرج مش قادر يعمل كده. وفي ناس تانية شايفة إنه جاي من الفراغ وعنده حقد أو رغبة في الانتقام من جامبول وداروين بالظبط زي روب. بس الأرجح إنه مجرد شخصية معمولة كدعابة خلفية ملهاش دور حقيقي. لكن أنا عندي نظرية ممكن تكون شاطحة شوية، بس خلينا نقولها. هو شبه العروسة دي بشكل غريب، القبعة، البابيونة، العيون، بس أهم حاجة شعرهم واحد بالظبط، وده اللي بيخلي النظرية تبان منطقية شوية. داروين وعد العرايس إنه عمره ما هيسيبهم، والعرايس واضح إن عندهم قدرات غريبة. ودلوقتي المهرج ده بيظهر في الخلفية كل شوية. بس تعرف إيه اللي أسوأ من مهرج غريب بيظهر فجأة في الضلمة؟ السعادة اللي اتحولت لسلاح. فيروس السعادة، حتى لو مش شخصية حقيقية، لكنه واحد من أكتر الحاجات المرعبة اللي حصلت في المسلسل كله. الحلقة اللي بيظهر فيها الفيروس بدأت غريبة من أول ثانية. أول حاجة خدناها كانت الوقت بطريقة عمرنا ما شفناها قبل كده في المسلسل. بعدها جامبل وداروين نزلوا من الدور اللي فوق كأنهم ندمانين إنهم صحوا من النوم أصلا، بيرموا الأكل في وشوشهم كأنهم مش
عايزين يعيشوا اليوم. كان واضح إن عندهم حالة إسنين مرضي من اللي تقفل الدماغ. وبأسلوب غامبول المعتاد، أرنب لونه بينك وضخم قوي طلع لهم وعرض عليهم حضن وقال لهم إنه هيخليهم مبسوطين. في الأول رفضوا، لكن بعد كده وافقوا، وفعلا اشتغلت، يمكن بزيادة شوية. نتقدم شوية في الوقت، جامبول وداروين ماشيين في المدرسة، بس في حاجة غريبة، بيضحكوا وبيتنططوا بكعب رجليهم. ماسي سيميون خدت بالها من اللي بيحصل واتصدمت. ازاي حد يبقى مبسوط يوم الاثنين؟ هي بطبعها كئيبة جدا، وبصراحة أنا كان عندي مدرسين كده زمان ففاهم شعورها. كانت مش فاهمة وشكت فيهم. وفي الفصل بدأت تراقبهم كويس جدا. غامبول بدأ يعبر عن إحساسه بأغنية، وطبعا بصوت أوتوتيون، وداروين دخل معاه يغني. مس سيميون أعصابها ولعت، انفجرت زي قنبلة. دخلت مكتب المدير براون وهي بتزعق وبتقول إن في مرض معدي انتشر اسمه الفرحة. براون افتكرها بتهول، بس هي كانت شايفة العكس، وقالت له إنها هتثبت له اللي بيحصل. بدأت تصور جامبل وداروين وكأنها بحثة علمية شغالة في معمل. حاولت توقفهم عن الضحك، لكن وش غامبل اتشق حرفيا ولف حوالين نفسه. جرب كل حاجة، حتى حاول يقلب بقه لتحت، بس مفيش فايدة. وشوشهم كانت بترجع تضحك تاني وتاني بعبط مرعب. ميسي سيميون أصرت إن ده دليل إنهم اتصابوا بفيروس غريب. جابت كشافات ونورت في عيونهم وسجلت اتساع بؤبؤ العين المخيف، وتجاهلت الممرضة جوان اللي كانت بتقول لها إنها مهووسة ومكبرة الموضوع. في الآخر جامبل وداروين اتحجزوا في مكان معزول، قاعدين بيضحكوا زي الشياطين الصغيرة. كانوا بيكحوا قلوب ونجوم وألوان قوس قزح، ولما تعبوا وقعوا مغمية عليهم. حتى جهاز رسم القلب بتاعهم اتحول لكرتون كيوت وابتدى يشغل لحن مرح. بس بعدها الدنيا قلبت. جامبل وداروين صحوا وهم في حالة غريبة، بقوا حضنة جاية، يعني بيهجموا على أي حد عشان يحضنوه. هجموا على المدير براون وعدوه بعدوى السعادة. براون قعد يضحك زي المجانين ودخل معاهم في موكب الأحضان المرعب. مس سيميون أخدت مس ماركام وزقتها وسط الزحمة عشان تنقذ نفسها، بس مفيش حاجة نفعت. العدوى انتشرت زي النار في الهشيم. ألان، بوبت، روكي، تيري، مسامي، ليزالي، حتى بنيه اتعدت. الناس كلها كانت بتتهجم عليها، وحوش قوس قزح بتضحك بجنون. بوبت عمل قفلة في الكهرباء. كارمن فرقعت زي بلونة مليانة جليتر. وتوبياس كان عايز يتعدي، بس محدش عطاه وش أصلا. في الآخر مس سيميون لقت العلاج، بس عن طريق الصدفة. موسيقى كلاسيك حزينة، مون لايت سوناتا، شغلتها وقتلت براون في لحظتها. بعدها حاولت تمشي في الممرات عاملة نفسها متعدية، وكانت بتضحك بطريقة مصطنعة وبتزعق قوس إزح. بس فجأة خرجت من الدور لما شافت موزة جو لابس حاجة غلط، ووقفت تصلح له لبسه. وهنا كشفت نفسها. دلوقتي كل الطلبة اللي اتعدوا بيجروا وراها. قدرت تهرب من دراع تينا الصغير، وضربت توبياس بخزنة هدومه هو شخصيا علشان ألوانه كانت زيادة عن اللزوم. وبسرعة وصلت لنظام الإذاعة الداخلية في المدرسة قبل ما الوقت يخلص. بس تفتكر مين كان مستنيها هناك؟ طبعا جامبل وداروين. ومس سيميون كانت مرعوبة. وبعدها على طول المشهد قطع للآخر. مس سيميون مرمية على الأرض مهزومة تماما، معدية وبتضحك زي العيال الصغيرة، وبتبص للكاميرا وتقول آخر رسالة ليها. القصة دي خلصت نهاية سعيدة. واضح جدا إن الحلقة دي كانت طريقة لطيفة، يعني مناسبة للأطفال، لمحاكاة انتشار فيروس الزومبي. بس بصراحة كانت مخيفة أكتر بكتير من معظم أفلام الرعب. لكن الشخصية اللي جاية لا، دي شر صرف. في برنامج مليان دوناتس عندها وعي، وموز بيتكلم. مسلسل جامبل قدر يقدم لنا واحدة من أكتر الشخصيات رعب في عالم الكرتون الحديث. كادلز سلاحفاة شريرة لدرجة إن أفلام الرعب نفسها كانت هتسوح منها. أول ظهور لها كان في حلقة الجرو. جامبل وداروين كانوا بيتوسلوا لأهلهم يجيبوا لهم كلب، لكن بدل ما يجيبوا لهم حاجة كيوت ونعمة، جابوا لهم دي سلاحفاة ساكتة مش بتتحرك، وعيونها مفتوحة على طول، وبصتها بتقول انسى انك تنام تاني. سموها كادالز، وده تقريبا زي ما تسمي منشار كهرباء باسم عسول. الموضوع بيبقى مرعب اكتر كده. في الاول شكلها كان عادي، مش مؤذية. حاولوا ياكلوها، يتقربوا منها، بس كل اللي كانت بتعمله هو التدمير. قلبت اوضتهم لمنظر من بعد نهاية العالم. كانت بتعض رؤوس الالعاب، وحاولت تخلص على جامبل فعليا. كانت عاملة زي كائن فضائي هدفه يكسر نفسيتك ويفرم كل حاجة في طريقه. بس الموضوع ما وقفش هنا. لو حلقة الجرو كانت التريلر، فحلقة العش كانت الفيلم الكامل والرعب على اصوله. الحلقة بدأت برعب هادي كده. راجل كبير اسمه جاري كان بيدور على قطته بالليل، وده لوحده انذار خطر. بدأ يسمع صوت نفس، مش نفس عادي، لا، نفس سلحفاة شيطانية كده. لما لف ورا طلع ريتشارد وات واقف بيتنفس في ايد نيكول بشكل غريب. مرعب ايوه، بس مش هو التهديد الحقيقي. غاري سمع صوت حاجه بتتحرك تحت عربيه، راح يشوف، متوقع يلاقي قطته. لطيف صح؟ غلط. في خلال 30 ثانيه جاري اتسحب تحت العربيه على ايد حاجه غريبه ومش معروفه. تاني يوم الصبح جامبول وداروين لقوا بيضه غريبه تحت نفس العربيه اللي غاري اختفى عندها. خدوا البيضه معاهم على البيت، وانايس عملت شويه بحث واكتشفت انها بيضه سلحفاه. وبمجرد ما البيضه فقست، واول ما السلحفاه الصغيره دي خدت اول
خطوة على طول هجمت على أنيس وبدأت تحاول تعضها. لحسن الحظ جامبل وداروين كانوا هناك، ولو ما كانوش كانت أنيس راحت فيها. بعدها بشوية عيلة واترسون اكتشفوا العش، وفي أسوأ توقيت ممكن البيت كله فأس والسلحفوات الصغيرة بدأت تنتشر في المدينة وتعمل فوضى بكل حتة. بس هنا حصلت حاجة غريبة ومؤثرة شوية. الطريقة الوحيدة لإنقاذ إلمور كانت إن كادلز تمشي مع أولادها، ولسنة واحدة ما كانتش شيطان جوه صدفة، كانت وفعلا خدت جيشها ومشيت. وبعدها على طول غرقت سفينة شحن كاملة، أيوة لسه شريرة زي ما هي. كادلز عمرها ما اتكلمت حتى ما بترمش، ومع كده بقت واحدة من أكتر الشخصيات المرعبة اللي اتعاملت في عالم الكرتون. بطيئة زاحف ومستحيل توقفها، وده يمكن هو اللي بيخليها مرعبة فعلا. بس لو السلحفاية دي خضتك استنى لما نفتكر مدام روبنسون، دليل حي إن مش كل الأشرار لازم يكون عندهم مخالب أو أنياب. أحيانا الشر بيجي في شكل شنطة ووش مكشر على طول وعدم تعاطف تماما. مارجريت روبنسون بلا نقاش من أكتر الشخصيات المكروهة في عالم جامبل العجيب، وبصراحة تستاهل اللقب. معظم الشخصيات في المسلسل حتى الأعداء بيظهر لهم لحظات فيها تطور أو جانب خفي حلو. مدام روبنسون لا، ما فيش حاجة من دي خالص، مش مظلومة مش غلطانة، هي شريرة وخلاص. بعكس جوزها مستر روبنسون اللي رغم نكديته ساعات بيظهر له مشاهد دافئة أو حتى مضحكة. مارجريت ما بتتحركش من وضعية واحدة. الحقد مستر روبنسون ممكن يشتكي من عائلة واترسون، بس أوقات بيبان إنه بيهتم خصوصا لما الموضوع يخص روكي. إنما مارجريت ما بتحاولش حتى تتظاهر، هي موجودة في الدنيا عشان تبوظ حياة أي حد حواليها. وده كان واضح جدا في الحلقة اللي اسمها الشريرة، هناك شفناها على حقيقتها. مجنونة رسمي بدأت تحرض الحيوانات البرية إنها تهاجم الناس، أيوة بجد. وبعدين حاولت تدوس جامبول وداروين بعربيتها، ولسه راحت المستشفى وبدلت أسامي الأطفال المولودين كأنها هزار تافه. مفيش هدف مفيش فايدة، هي بس كانت بتعمل كده علشان تتسلى. بس المصيبة ما خلصتش. في لحظة المفروض تختبر إنسانيتها حد اتظاهر إنه بيختنق علشان يشوف هتساعد ولا لا. أي بني آدم طبيعي هيقلق أو يركض يساعد. مارجريت مسكت عربية لعبة وزقتها في زوره وفعلا خنقته. داروين بص لها كأنه بيديها آخر فرصة تعمل الصح، هي بصت له وقفلت الباب في وشه وهي بصة ببرود تام. ده شر خالص. لحسن الحظ جامبل قدر ينقذ داروين، ومدام روبنسون ولا حتى شعرت بذنب ولا اعترفت بحاجة، مشيت كأن مفيش حاجة حصلت. قارن ده بمستر روبنسون اللي على الأقل بيحاول يبقى مقبول أوقات، عنده طبقات مرارة بس كمان عنده ضعف إنساني. في حلقات زي الضجة أو الصمت شفناه بيهزر وبيضحك. مارجريت عمرها ما بتتغير، عمرها ما بتتحسن، والمثير إن المسلسل نفسه عارف كده. فلو بنتكلم عن أشر شخصية في إلمور، آسفة يا كادلز، التاج يروح مارجريت روبنسون. تجسيد الشر الجار، لا عندها قوة ولا خطط، بس عندها قسوة خالصة من غير أي اعتذار، وست غاضبة جدا ولسه ماشية في شوارع إلمور لحد دلوقتي. فاعتبر نفسك اتحذرت.